النهاردة طبعًا فيديو جميل، هنعمل الطريقة الأصلية الوافل، العجينة بتاعة الوافل لمّا بتطلع كده ما شاء الله بتطلع مقرمشة وجميلة، وهنوريها لكم طبعًا بعد تجارب بصراحة كتيرة، هنوريكم أنجح طريقة عملناها بصراحة، شايفين ما شاء الله طالعة ناجحة جدًا معانا، تزينها بقى زي ما أنت عايز، ممكن تزينها بالفواكه، ممكن طبعًا تاكلها بالشوكولاتة الستاندر بتاعها، أو تاكلها بالعسل، شايفين ما شاء الله طالعة ناجحة جدًا معانا. وهنوريكم كده الطريقة بتاعتها يعني اللي وصلنا لها فعلًا إن هي تطلع معاكم ناجحة بجد زي ما طالعة معانا كده بالضبط. نبدأ بالطريقة، هنجيب 3 أكياس فانيليا وبيضتين ومعلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار بيكنج باودر ونص كوباية زيت وكوباية مَيّة ونص كوباية لبن و3 كوبايات دقيق. اعملها بقى كده إن شاء الله تطلع معاك 10 على 10، لإن إحنا جربناها بطرق كتيرة جدًا، دي هتطلع أنجح طريقة معاك. هتبتدي بقى تحط المكونات كلها على بعض بالطريقة دي كده وتقلّبها، طبعًا ما عدا الدقيق، الدقيق في الآخر خالص، وبعد كده البيكنج باودر أهوّة، ونقلّبهم كويس جدًا مع بعض وتدّيك القوام الجميل ده، طبعًا إيه، ما يبقاش خفيف عن كده، يعني هي كنا بنخفّها سِنّة عن كده ما كانتش بتطلع حلوة كده، وبعد كده هتدهن بقى الجهاز الوافل زبدة، وبعد كده تنزل بالوافل، طبعًا إحنا كنا مسخّنين الجهاز الوافل الأول، وبعد كده هنسيبه بقى بتاع 4، 5 دقايق، وبسم الله ما شاء الله هيطلع معاكم ناجح جدًا. طبعًا يا جماعة لو ما عندكوش الجهاز الوافل بيتباع قوالب كده في المحلات اللي هي بتاعة الأجهزة المنزلية، في قوالب كده بتدخل الفرن برضه بتدهنها زبدة نفس الكلام، وبتدخّلها الفرن عادي وهتطلع معاك نفس الكلام، يعني أي حد ما عندوش الجهاز يروح يشتريها تطلع معاه نفس الطريقة كده. طبعًا طعمها بسم الله ما شاء الله يعني جميلة جدًا، يعني من أحلى الحاجات اللي تاكلها بصراحة، وهنا بقى بنزينها كده وربنا يملى بيوتنا خير يا رب، وبألف هنا وشفا عليكم، ما تنساش بقى الاشتراك والإعجاب.